بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس النحو والإعراب. هنتكلم النهاردة عن الفرق بين نون النسوة ونون جمع المذكر. معانا في البداية مثال واحد. هنوريكم دلوقتي ازاي ان الكلمات بتدينا نفس الحروف، لكن النطق يبدو مختلفا تماما. وغير كده إن هي بتغير معنى الجملة تماما ومعنى الكلمة والمقصود بيها والدال عليها. زي مثلا عندي أمثلة هنا أنا حضرتها لكم بحيث إن أنا ما أخدش من وقتكم كتير. كلمة يدعو. طبعا كلمة يدعو دي مفرد مذكر، الجمع بتاعها هي كلمة يدعون، جمع المذكر يدعون. طيب لما أخليها بالشكل ده هيبقى التشكيل بتاعها شكله إيه؟ أنا معايا كلمة يدعون. طبعا الياء عليها فتحة والدال عليها سكون والعين، ركز معايا من دي البداية، العين عليها ضمة. الواو هنا ايه؟ الواو هنا ايه؟ ده مد ولا حرف؟ الواو دوت عندي مد للعين، اذا النون هنا ساكنة يدعون، يبقى اصبح ان الواو عندي دي مد، مش حرف مد لحرف العين. تمام. تعرب ايه النون هنا؟ بتعرب ايه؟ طبعا الواو خلاص دي تبع كلمة يدعون، وخليك عارف القاعدة التالية هتوضح لك ازاي ان الواو في المفرد بتحذف اثناء جمع الكلمة، لان جمع المذكر قلنا لازم يكون فيه واو ونون. إذا أنا لو كنت هنطقها كاملة زي ما هي بحرف العلة الموجود في آخرها بتاع المفرد، هنقول يدعون، هكرر الواو مرتين، مفيش حاجة اسمها كده، صح؟ إذا هنطق واو واحدة للمد وهكتبها برضو واو واحدة، فهكتب يدعون، يدعون بالشكل ده مد للعين. يبقى الواو بتاعتي حرف مد للعين فقط، الحرف المتحرك الأصلي اللي هو الواو في المفرد بيحذف وبيوضع مكانه إيه؟ الواو والنون بتاعة جمع المذكر السالم. يبقى هنا يدعون، ده إعرابها ضمير مبني في محل رفع فاعل اللي هو يدعو، اللي هو بيدعو. طيب الوضع هنا إن ده فعل مضارع متصل بواو ونون. الواو ونون هنا ايه؟ ضمير، احنا قلنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، اذا الواو ونون هنا ده مضافة للكلمة المفردة بحيث تخليها جمع مذكر سالم. اذا انت عملت ايه؟ حذفت حرف العلة الموجود في اخر الكلمة اللي هو حرف الواو، لان الفعل ده من الافعال المعتلة اللي بيوجد في اخرها واو وبتحذف اثناء جمعها للمذكر السالم. امثلة: كلمة يدعو مفرد مذكر، يسمو، يعلو، يرجو، يطهو، يطفو، كلها دي مفرد مذكر آخرها حرف علة، إذا هو فعل معتل يحذف حرف العلة أثناء الجمع. جمعها شكله إيه؟ كلمة يسمو إذا يسمون، يعلو جمعها يعلون، يرجو يرجون، يطهو يطهون، يطفو يطفون. يبقى أنا عملت إيه في حرف العلة اللي موجود في آخر المفرد؟ بحذفه وبحط مكانه واو ونون علشان تبقى جمع مذكر سالم. لكن الفرق عندي والمهم عندي ان انا بما ان الكلمة فيها واو ونون لجمع المذكر وتشبه الواو ونون اللي موجودة في آخر جمع المؤنث، إذا لازم أحدد من خلال التشكيل نوع الواو والنون اللي قدامي، وهوريكم إزاي الفرق بيظهر في جمع المؤنث. احنا قلنا الواو والنون الموجودة في آخر الجمع المذكر بتكون الحرف الواو الموجود فيها مد وليس حرف، يعني ما عليهوش أي تشكيل، فقط التشكيل على الحرف اللي قبله بالضمة. تمام. الأفعال المضارعة هنا إيه؟ أنا هاخد معاكم الأمثلة واحدة واحدة وبعد كده هوصل معاكم لنون النسوة اللي مبني عليها درس النهاردة باختصار. الأفعال المضارعة المتصلة بواو ونون بتكون جمع مذكر. إعراب الواو والنون هنا إيه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل، ودي عرفناها. طيب لما تشتغل على المفرد المؤنث عشان نصل لواو نون النسوة هنقول تسمو، تدعو،
تعلو كلها أفعال مضارعة تدل على المفرد المؤنث. تعلو، ترجو، تطهو، تطفو. طب نيجي للجمع بتاعها. كلمة تسمو هنجمعها ازاي؟ لما نيجي نتكلم عن جمع المؤنث السالم هنقول تسمون. ركز في دي، الواو عليها سكون. تدعون. تمام. تعلون، ترجون، تطهون، تطفون. يبقى كلها برضو إعرابها ضمير متصل في محل رفع فاعل، لكن الفرق هنا في التشكيل. الواو عندي حرف وليست مد. يبقى الحرف إذا هيكون ليه تشكيل. طالما الحرف اللي عندي مش حرف علة إذا لازم يكون له تشكيل. يعني كلمة تسمعون هنا الميم عليها فتحة وبعدها واو عليها سكون، يبقى طبيعي الواو هنا عندي مش مد إطلاقا، لأن الحرف اللي قبلها عليه فتحة يعني مفتوح وليس مضموم. إذا الحرف اللي بعده هيكون حرف وليس مد. ده في حالة جمع المؤنث السالم عشان أظهر لكم نون النسوة. ما هي تسمو لوحدها مفرد، مفرد مؤنث. تسمون جمع مؤنث سالم وضفنا له نون النسوة. وعلى فكرة ممكن كلمة تسمو برضو نطلقها على ضمير متكلم للمذكر. لما أقول لواحد أنت تسمو، أنت تعلو، أنت تطفو. لكن بختارها هنا في التحدث عن مفرد المؤنث في حالة ضمير الغائب. إذا هي تسمو، هي تدعو، هي تعلو. يبقى الحروف هي برضو والتشكيل هو في الكلمات ذات الحروف نهايات الحروف المعتلة. بس الفرق إن أنا بختار لها في حالة المؤنث ضمير غائب، وفي حالة المذكر ضمير متكلم اللي هو المخاطب. ماشي. يبقى نيجي طيب للحاجة اللي بعدها علشان نوضحها. واو الجماعة لا تتصل مباشرة بالفعل معتل الآخر، وده اللي اتكلمنا عنه فوق. قلت لكم إن واو الجماعة لا تتصل مباشرة بالفعل معتل الآخر كالأمثلة السابقة. لما قلت لكم فوق إن كلمة يرجو أو يدعو في آخرها حرف الواو اللي هو مد، واو مد، إذا هو حرف معتل. لما باجي أخليها جمع بحذف الواو وبحط الواو والنون اللي هما بيضافوا للفعل أثناء جمع المذكر السالم. تمام. وضحت النقطة دي؟ يبقى أنا بحذف الحرف المعتل وبضع الحرفين اللي هما بيوضحوا لي إن ده جمع مذكر سالم اللي هو واو ونون. وفي الحالة دي برضو بتكون الواو في حالة مد وليست حرف، لكن هي لإثبات جمع المذكر السالم وليست لإضافتها لتكملة الفعل. لأن قلت ما ينفعش يبقى فيه اتنين واو، لازم تحذف الحرف معتل. يبقى هو التصويب تحذف أو يحذف حرف العلة الأصلي من الكلمة. كلمة يدعو آخرها حرف العلة واو في حالة المفرد، إذا تكون في حالة الجمع المذكر يدعون الإعراب بتاعها ضمير متصل في محل رفع فاعل. الواو ونون في جمع المذكر السالم ونون في نون النسوة. أعتقد كده هي بسيطة جدا. هديكم بس أمثلة أهو علشان يبقى الكلام باين. في آخر حاجة الإعراب ضمير متصل في رفع في محل رفع فاعل. الواو ونون بتاعة الجمع المذكر السالم بنحذف حرف العلة اللي هو في آخر فعل المفرد في أثناء الفعل المعتل. والنون في نون النسوة دي ما بنحذفش حاجة من أصل المفرد، لكن بنضيف له نون فقط، نون النسوة، وبيكون الحرف اللي قبله حرف وليس مد، ويكون النون حرف ساكن. أعتقد الفرق واضح جدا بين نون النسوة في الأفعال المعتلة وبين واو ونون جمع المذكر السالم بعد حذف حرف العلة من الأفعال المعتلة. هنا برضو عملت لكم أمثلة لأنواع النونات مقتبسة من ناس يعني ضليعة في التعريف في أنواع النونات. هنا نون التوكيد الثقيلة زي لا أساعدن، لا أضربن، لا أقتلن. خلي بالك هنا النون واضح جدا
من الشدة بتاعتها إن هي مكررة ومؤكدة، دي اسمها نون التوكيد الثقيلة. طيب لما أقول لأذبحنه ليأتيني بخبر يقين، مثلا زي دي برضو نون ثقيلة أهو، عليها شدة مشددة، إذا نون ثقيلة. طيب عايز أمثلة عن النون الخفيفة بيكون عليها الفرق إن هي بيكون عليها إيه؟ سكون أو فتحة أهو. زي إيه؟ اكتبنا، افعلنا، ليسفعنا. دي كلها أمثلة للنون الخفيفة. هي طبعا بيكون عليها تشكيل عادي وليس تشديد للحرف، إذا فهي يكون إعرابها إن هي نون خفيفة وليست ثقيلة. عرفنا الفرق بين النون الخفيفة والثقيلة في نونات التوكيد. التانية بيكون عليها شدة، والخفيفة بيكون عليها تشكيل عادي يا إما سكون أو فتحة. طيب في نون المثنى اتكلمنا عنها قبل كده. في حالات المثنى لازم طبعا في المثنى المؤنث أو المذكر بيكون في نهاية الكلمة عندي أو نهاية الاسم المثنى بيكون فيها نون، زي معلمان، طبيبان، معلمتان، مسلمان، مسلمتان. لازم يكون في نهايتها نون، دي تسمى نون المثنى. ونون النسوة اللي احنا خدناها قبل كده وقلنا عليها برضه اهو، زي أمثلة كتيرة أوي لنون النسوة هنا: اقرأنا واحفظنا ويحفظنا. كلها دي نون النسوة لأنها ضمير متصل. لما اتكلمنا عن الضمائر المنفصلة قبل كده وقلنا هن دي تطلق على جمع المؤنث. إذا لما نيجي نحطها في الفعل وتصبح ضمير متصل بتطلق عليها نون النسوة. نون المضارعة للمتكلم لما واحد يجي يتكلم عن نفسه في متصل، فعل متصل بضمير متكلم في محل رفع الفاعل. هنا بقول نستعين، نحترم، نعتقد. النون دي نون المتكلم، نون ضمير متصل، ضمير متصل متكلم، اسمها نون المضارعة. ونون طيب في نونات بتنطق فقط، ودي عارفينها كلها وبسيطة جدا. النون اللي هي التنوين نفسه اللي هو بتنطق ولا تكتب، زي ايه مثلا؟ كريمة، عاليا، عالية، وطن، قلب. كلها دي أشياء تنطق في آخرها حرف النون ولكن لا يكتب، فهو تنوين. ومعروف أنواع التنوين لما قلنا إن أنت في حالة التنوين بالفتحة لما يكون الكلمة ما آخرهاش ت مربوطة بنحط ألف. التنوين بالكسرة أو بالضمة ما بيكونش فيه أي تعديل للكلمة الأصلية، فقط تضاف ضمتان أو كسرتان للحرف الأخير. نون هنا في نون الضمائر المتصلة المؤنثة: يقدرهن، أبناءهن، إخواتهن. شايف آخرها هن أهي، بس ضمير متصل بالفعل أو بالاسم. تمام، ضمير متصل بالفعل أو بالاسم، لكن برضو ضمير متصل، ده اسمه الضمير المتصل للمؤنثة. شوف كأنك أضفت الضمير المنفصل بالكامل لكنه متصل باسم، إذا فهو في حالة ضمير متصل في محل رفع فاعل. هنا برضو عشان نكون حاولنا نحتوي أمور كتيرة متشابهة والفرق بينها يثبت بالتشكيل، زي الفرق بين تاء التأنيث وتاء المتكلم في الأفعال الماضية. زي مثلا كلمة إيه؟ فعلت. طبعا دي بيطلق على فعل ضمير متكلم، ضمير إيه؟ متكلم. فعلت أنا هذا الشيء، فهمت أنا الدرس، قضيت أنا أجازتي، شهدت أنا على فعل كذا وكذا. طيب لما نيجي لوضعها كضمير كفعل ماضي في حالة التأنيث، في حالة المؤنث، أنا قلت لكم عايز هنا أثبت الفرق بين تاء التأنيث وتاء المتكلم. إحنا اتكلمنا عن تاء المتكلم. طيب في حالة تاء التأنيث إيه؟ بص الفرق في التشكيل أو فعلت هي، فهمت هي، قضيت هي، شهدت هي. خلي بالك هنا الفرق بين دي ودي. بص كده هنا ايه؟ شهدت، هنا قضيت. بص قضيت. انا عندي هنا التشكيل شكله ايه؟ الياء عليها سكون والتاء مضمومة، الياء عليها سكون والتاء مضمومة. طب بص هنا في حالة ضمير المؤنث الغائب، بص قضيت هي، قضيت هي، فهمت هي، الياء عليها
فتحة والتاء عليها سكون. تمام. خليك واخد بالك جدا من الفرق بين الاتنين. هنا قضيت أنا الياء هنا ساكنة. قضيت هي الياء هنا مفتوحة. لما بتكلم عن نفسي بتبقى الياء ساكنة. لما بتكلم عن مؤنث غائب، ضمير غائب، بقول ايه؟ قضيت. تمام. شفنا بقى ان دوت مكتوبة الأحرف متطابقة لكن التشكيل مختلف. اهو فعلت أنا، فعلت هي. خلي بالك هنا، بص اهو اللام عليها فتحة وهنا اللام عليها سكون. التاء هنا عليها سكون والتاء هنا عليها ضمة. خلي بالك من التشكيل وانت هتستدل على نوع الفعل، سواء فعل مؤنث غائب أو فعل متكلم. طيب هخلي مثلا لو هفترض ان انا عندي التشكيل مش باين، هعرفه من خلال الضمير الموجود في الكلمة او من خلال الجملة التامة. اكيد طبعا هيبقى قبليها ضمير او الجملة تامة، من خلالها هستدل على نوع الفعل اللي قدامي او نوع الفاعل نفسه من خلال الجملة التامة. لو في حالة مفيش تشكيل، لو انا اللي هكتب هحاول اوضحها بالتشكيل من حيث ان اللي هيقراها يبقى عارف المقصود بيها ايه. طيب الفارق هنا عندي لما اتكلمنا قلنا برضو ان الفارق اي الاختلاف يكمن في التشكيل. يبقى عرفنا الفرق بين تاء التأنيث وتاء المتكلم، الاختلاف يكمن في التشكيل. طيب هاجي لحاجة تانية مهمة برضو جدا. لما بيقول لي في فرق بين كلمات لها نفس الأحرف ونفس التشكيل. طيب دي مشكلة، هعرفها ازاي؟ لما يكون لي بقمة البساطة كده، لما يكون لي في كلمات لها نفس الأحرف والتشكيل لكن المقصود بها مختلف، كأمثلة زي هي تستقيم، هي تستفيد، هي تستضيف، هي تستطيع. واخد بالك من التشكيل ومن الكلام؟ يعني الأحرف كلها موجودة بالشكل الثابت ده، والتشكيل كمان موجود بالشكل الثابت ده. وهاجي لحاجة نفس التشكيل ونفس الأحرف أبص عليها هنا ألاقي عندي إن يجب أن تستقيم. أنا بكلم واحد مفرد مذكر وبقول له إيه؟ يجب أن تستقيم. لو عملت لها التشكيل بتاعها هلاقيها تستقيم، صح؟ وهنا فوق إيه؟ تستقيم. هنا لابد أن تستفيد، سوف تستضيف. هلاقي إن التشكيل فوق مع ضمير أهو، تستفيد، تستضيف، تستطيع. التشكيل فوق مع ضمير المؤنث وتحت مع ضمير المتكلم المذكر. هنا ضمير مؤنث غائب وهنا ضمير متكلم مذكر. نفس الأشكال، نفس الأحرف ونفس التشكيل، لكن المقصود يختلف. هعرفه من خلال إيه؟ طبعا بكل بساطة خلي دي قاعدة ثابتة عندك، إن في حالة أنت هنا بص، أنت هنا تستطيع، هي هناك تستطيع، هستدل بيها من خلال الجملة التامة، لأن ده اللي هيثبت لي المقصود بالكلمة إيه. لأن في الحالة دي هلاقي إن الأحرف متساوية ومتطابقة في كلتا الحالتين، والتشكيل برضو متطابق في كلتا الحالتين. إذا هستدل بيها من خلال الجملة التامة، أي أعرف الجملة دي بتقصد بيها الفاعل دوت ضمير مذكر متكلم ولا ضمير مؤنث غائب، من خلال الكلمة في حالة الضمير من خلال الجملة التامة سواء قبلها أو بعدها. هعرف ساعتها أو يستدل بها من خلال الجملة التامة أي الضمير المقصود به الفاعل. إن شاء الله أتمنى أكون أفدتكم ولو بالقليل في الفرق بين نون النسوة وواو ونون الجمع المذكر وتاء التأنيث وتاء المتكلم وأنواع النونات. وإن شاء الله في حصة قادمة هنوضح إزاي نعرف كل واحدة على حدها في أقرب فرصة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.